عيسى بن مريم بالصلاة وهو في المهد صبيا، وعليكم أن تتخيلوا إن وليد في المهد يقول وأوصاني بالصلاة. لما نهى شعيب قومه عن الفساد الاقتصادي والشرك بالله قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ أرأيتم بما يعرف المصليون وماذا يعظمون؟ إنها الصلاة. يترك إبراهيم أهله في صحراء قاحلة ثم يقول ربنا إني تركت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يأتي موسى عليه السلام لموعد مع الله ولا تتخيل العقول عظمته، ليتلقى أعظم أمرين من الله سبحانه وتعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما أجمل هذا الوحي. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأوا لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أين جاءت بشرة الولد لزكريا عليه السلام؟ أين جاءت بشرة الولد؟ فنادته الملائكة وهو قائما يصلي، قائما يصلي. يشغل المشركين رسول الله يوم الأحزاب عن الصلاة فيدعو عليهم دعاء مرعبا: ربنا أملأ عليهم قبورهم وبيوتهم نارا كما أشغلونا عن الصلاة. اللهم إنا نعوذ بك من جسد يمل من الوقوف بين يديك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جسد يمل من الوقوف بين يديك يا رب العالمين. ليس لنا رب سواك فندعوه ولا إله غيرك فنرجوه. نسألك أن تجعلنا من الحامدين الشاكرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يؤدون الصلاة لوقتها يا رب العالمين. أوصى الله عيسى بن مريم بالصلاة وهو في المهد صبيا.